تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، خلدت المندوبية السامية لتخطيط هذا اليوم العالمي بتنظيم أبواب مفتوحة شملت تنظيم معارض وأروقة وورشات بمختلف جهات المملكة. وبعاصمة جهة قليميم ودنن نظمت المديرية الجهوية للتخطيط أبوابا مفتوحة أشرف على افتتاحها السيد والي الجهة مرفوقا بوفد رسمي يضم على الخصوص السادة رؤساء الجهة والمجلس الإقليمي والمجلس البلدي لقليميم، وكذا رؤساء المصالح الجهوية ومجموعة من الشخصيات المدنية والأمنية والعسكرية. وهكذا فبساحة القسم تم تنظيم معرض الأروقة شاركت فيه مختلف المصالح الجهوية تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. تنظم المندوبية السامية للتخطيط بمختلف جهات المملكة أبواب مفتوحة وتظاهرة علمية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء. بالنسبة لنا أيضا على مستوى جهة قليميم ودنون، اليوم نحتفل كباقي الجهات الأخرى للمملكة باليوم العالمي للإحصاء تحت شعار إحصائيات أفضل من أجل حياة أفضل. والهدف من تنظيم هذه التظاهرة العلمية اللي فيها أبواب مفتوحة وكذلك ورشات علمية موضوعاتية تتعلق بالمجال الإحصائي من جهة، وتتعلق أيضا بأنشطة القطاعات المساهمة معنا بطبع الحال في هذه التظاهرة. والهدف العام إذن هو التعريف بأحدث أنشطة النظام الوطني للمعلومات الإحصائية، وكذلك التقنيات والمنهجية والمفاهيم المعتمدة على المستوى العام، يعني بالنسبة للنظام الوطني للمعلومات الإحصائية. افتتاح اليوم بطبع الحال هو كان افتتاح رسمي من طرف السيد والي الجهة والوفد الرسمي المرافق له، ويعني كان دز الحمد لله في ظروف جيدة، ومن خلاله إذن تم إعطاء يعني دفعة للجهة الجديدة اللي هي جهة قليميم ودنون، من خلال التواصل بطبع الحال ما بين السادة المنتخبين، المصالح الإدارية، سلطات مختلف السلطات، مع مختلف أيضا يعني مع المصالح الخارجية والقطاعات المساهمة معنا بطبع الحال في هذه التظاهرات. يعني من خلالها تم تقديم مجموع من البيانات والإحصائيات. بالنسبة لنا مثلا بالنسبة للمديرية الجهوية للتخطيط قدمنا معطيات اللي كتتعلق بالنتائج ديال الإحصاء العام الأخير السكان والسكنى لسنة 2014 على المستوى ديال جهة قليميم ودنون، وكذلك يعني التقنيات اللي كنعتمدوها من بينها النظام المعلومات الجغرافي، وكذلك مطويات تتعلق بمختلف العمليات والبحوث الإحصائية، سواء البحوث الإحصائية يعني لدى الأسر أو البحوث لدى المقاولات أو البحوث أيضا لدى الإدارات والجماعات أو الجمعيات أيضا.
وكانت مناسبة أيضا باش أننا نقدموا في هذا الرواق مجموعة ديال المنشورات والإصدارات ديال المندوبية السامية للتخطيط، واللي بطبع الحال عندها أهمية بالغة من جهة في يعني في التقييم ديال الأداء الاقتصادي الوطني، وكذلك كتعطينا يعني توجهات وكتعطينا واحد المجموعة ديال البيانات اللي كتتعلق بالوضعية الاجتماعية كالتشغيل، الفقر، التنمية البشرية، الأسعار وغيرها. نفس المسألة بالنسبة للمصالح القطاعية الأخرى أيضا، فهي قدمت يعني بيانات وإحصائيات ومؤشرات تتعلق بأنشطة العمل ديالها، يعني كل في مجال. كما تم تنظيم عروض التي تلقت استحسانا من كل الحاضرين، العروض التي شارك فيها مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والأساتذة الباحثين والطلبة.